بهذا الفيديو راح نحل اكبر مشاكل قاعد نعاني منها وقت نحاول نجيب هيك. ومن اكبر هاي المشاكل ايم فوق الراس او الايم الضايع وايضا الحساسية. وهذا الفيديو ايضا لاصحاب الاجهزة القوية والضعيفة. فلهذا السبب حطيت للفيديو واشترك بالقناة اذا كنت جديد ويلا نبلش. وايضا هل تكن تعرف يا صديقي انك يمكنك ربح جواز اسطورية من لعبة فري فاير في حدث ريغاليا. نفس الجواز ولدي راح يحصلوا عليهم صناع المحتوى. طيب راح تقولوا لي كيف يا هامبلوكس؟ اول ما ندخل حدث ريغاليا أصدقائي وبننزل بعدها لتحت نلاقي قائمة مكتوب فيها تعرف على 45 من أبطال أكبر المساهمين في نظامنا البيئي للألعاب. وبعد إذا دخلنا على عرض المزيد فرأت لنا 45 شخص عامل إنجاز كبير بلعبة فري فاير، بينهم صناع المحتوى وأيضا الأشخاص اللي طالعين مثلا توب 1 مثلا بكلاش سكواد أو ران كذا كتير كمان أشياء. ولكن فري فاير فاجأتنا وقررت تضيف 5 أشخاص جانب ال 45 شخص وترسل لهم هذول الجوائز أيضا. ما علي غير يا صديقي انك تشارك في حدث سترون وورز القادم قريبا وتحارب من اجل الفوز، وحظ موفق للجميع. وايضا يا اصدقائي اللي دخل حدث ريغاليا 10 ايام وعمل مطالب للصندوق المتواجد داخل الحدث، وبعدها راح فتح الصندوق وحصل على هذا السكين وهو ما بيعرف شو يعني هذا السكين. اول ما بدا حدث ريغاليا بلعبة فري فاير ودخلنا على الكلانات المتصدرة داخل لعبة فري فاير، هتلاقوا انه في كلان اسمه اف ريغاليا، وهذا الكلان ما في غير شخص واحد، وهذا الكلان هو توب 1 على السيرفر والليفل 100. وده لاحظت السكين اللي متواجد داخل هذا الحساب او البروفايل هو نفس السكين اللي تم توزيعه. فحرفيا يا اصدقائي حدث ريغاليا هو من اكبر الاحداث اللي بتنزل على اللعبه. فتمك يا اصدقائي خلينا ننتقل على الفيديو. مثل ما قلت لكم يا اصدقائي بهذا الفيديو راح اعلمكم اهم اشياء لازم تعرفوها بالهيد شوت اذا كان جهازك ضعيف او حديث او قوي، يعني ما يفرق. فهم يا اصدقائي لازم ناخذ هاي الاسلحه اللي انا فيها اخذتها حاليا، هي الشوت جن، سلاح عن بعيد اخذنا الصحراء وايضا رشاش سريع اخذت طبعا اليوم بي. بالفيديوهات السابقه انا دايما بعلمكم انه وقت تحطوا عدادات او حساسيه لازم مثلا انكم تحطوا الايم قريب على الراس وقريب مثلا وين تحطوا الايم الصحيح مشان تقدروا تجيبوا الهيد شوت او الضرب الاصفر اذا كان جبت الطاقه خطا. فاكيد لازم تكون تعلمتوا هذه الحركات وما لازم اعيدها بكل فيديو لازم انشر. لهيك بدي اتخطى هذاك الموضوع وحالا بدي اخذ الاسلحه المهمه اللي لازم نتعلم عليها مشان تقووا حالكم بالهيد شوت اكثر من قبل. خلينا ناخذ سلاح السكار عن المدى البعيد مشان اعلمكم كيف تلاحظوا انه الهيد شوت عندكم راح يصير افضل، وايضا بدي اعمل اعدادات قدامكم مشان تعرفوا انكم كيف ايضا تخصصوا اعداداتكم الخاصه. بعد ما تعملوا اعداداتكم الخاصه راح تلاقوا انه في فرق كبير بين الاعدادات اللي كنا نعملها قبل والاعدادات اللي صار نعملها جديده. فاذا يا اصدقائي اذا قررنا مثلا قبل ما جربت الاعدادات يا اصدقائي هلا خربت اعداداتي مشان اظبط اعدادات قدامكم. مثلا صح قاعد اجيب نقطه حمراء ولكن الحمراء قاعد اجيبه هو مع اصفر وايضا فوق الراس. فاول شيء لازم نعمله يا اصدقائي هو مثلا بنخلي العام مثلا 173 ومخلي ضرب زر اطلاق النار على 60. اوكي هاي اول شيء اول ما بدأنا نظبط الاعدادات. فبعد شو نعمل بنجرب اذا هي الاعدادات من جد رح تزبط معنا ولا لا. خلينا نشوف اذا خلا غضرب معنا. بس قاعد نضرب حاليا صح في احمر، ولكن يا اصدقائي اذا صرت تضربوا الشخص من بعيد يعني حقيقي فرح تلاحظ انه الهيد شوت ما قاعد يجي. فيك فورا بنروح وبنغير الاعدادات بننقصها لا خلينا نسوي 55. فتمام هالمرة خلينا نجرب مرة ثانية. فمثل ما انتم شايفين يا اصدقائي كمان هاي الاعدادات ما قاعد تصير. هذا الشخص هون قريب علينا فرح تصير معه، ولكن اذا جربنا على شخص بعيد فتلاحظوا انه ما قادر اجيب هيد شوت بالطريقة الصحيحة وقاعد يعذبني كتير بالهيد شوت. فشو نعمل مرة ثانية يا اصدقائي بندخل على الاعدادات وبعدها بنخلي العام على 177 مرة ثانية، وبعدها بنخلي المقاس زر اطلاق النار على 53. هيك نعمل انه غيرنا الاعدادات مرة ثانية، وبعدها لاحظنا انه ايضا الاعدادات ما قادرة تصير معنا وما قاعد تجيب هيد شوت. فبشو بنعمل بنرجع بنغير الاعدادات بنحطها على 185 هاي المرة وبنحاول نضرب مثل ما انتم شايفين هلا زبطت معنا. ومثل ما انتم شايفين حرفيا كل ضربات ضربناها 5 طلقات جو كلهم هيد شوت على هذاك الشخص اللي قاعد يتحرك. فبهذا الفيديو اصدقائي علمتكم كيف تضبطوا اعداداتكم الخاصة لاجهزتكم. عملوا شوي جربوا
تروحوا حتى تلاقوا الاعدادات المناسبة لجهازكم. مثلا هلا لقيت اعدادات جهازي معكم بالفيديو، مش انتو جربت حتى لقيت الاعدادات الضابطة مع السلاح على بعيد المدى. طبعا لا تجربوا على قريب المدى، يعني حاولوا تضربوا الاشخاص اللي قاعد يمشوا مو الاشخاص اللي واقفين، لانه الاشخاص اللي قاعد يتحركوا قريبين على الناس الحقيقيين، اما الشخص الواقف فبكسوا راح تقدر تجيب هيد شوت. بس اصدقائي هو وصلنا الفيديو، اتمنى اذا عجبكم حطوا لايك وشاركوا بالقناة. يلا بس كان معكم مهام بلوكس ومع السلامة.